مرحبا بكم في فيديو جديد. أشاد فوزي القزاع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بنجاح المغرب في تنظيم كأس إفريقيا للأمم، مؤكدا أن هذه التظاهرة القارية شكلت دليلا واضحا على مستوى التطور الذي بلغته المملكة في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى. وأوضح القزاع خلال كلمته في منتدى الأعمال المغربي الإسباني البرتغالي حول كأس العالم 2030 بمركب محمد السادس لكرة القدم أن تنظيم كأس إفريقيا للأمم تم في ظروف استثنائية وبمجهود مغربي خالص، مشيرا إلى أن جميع الأوراش من البناء إلى التنظيم أنجزتها المقاولات المغربية وبكفاءة وطنية، وهو ما يعكس قدرات المغرب الاقتصادية والتنظيمية. وأكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن كأس إفريقيا الأخيرة كانت محطة مهمة ضمن مسار تطور المملكة ومقدمة طبيعية للرهان الأكبر المتعلق بتنظيم كأس العالم 2030، مشددا على أن هذه النسخة ستكون استثنائية بكل المقاييس باعتبارها ستنظم لأول مرة بين قارتين إفريقيا وأوروبا، وبشراكة بين 3 دول هي المغرب وإسبانيا والبرتغال. وأشار القزاع إلى أن البلدان الثلاثة لا تجمعهما فقط الجغرافية بل تاريخ طويل من التعايش والتكامل الحضاري والثقافي والاقتصادي، وهو ما يمنح كأس العالم 2030 بعدا يتجاوز الجانب الرياضي ويجعلها مناسبة لإبراز هذا الإرث المشترك بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. في حديثه عن جانب التنظيمي أوضح القزاع أن مونديال 2030 سيشهد تنظيم 104 مباراة في فترة زمنية قصيرة مع اعتماد من منطقة تنقل المنتخبات بين الدول الثلاث، حيث يمكن المنتخب أن يخوض مباراة في مدريد ثم ينتقل إلى مراكش قبل أن يلعب في لشبونة، وهو ما يفرض تنسيقا عاليا وتكاملا في مجالات النقل واللوجستيك والبنية التحتية. وشدد القزاع على أن إنجاح هذا الحدث العالمي يمر عبر انخراط القوي للمقاولات، مؤكدا أن المقاولة تشكل محور النجاح في تنظيم التظاهرات الكبرى، سواء تعلق الأمر بالمقاولات الكبرى المكلفة ببناء الملاعب أو المقاولات الصغرى التي تشتغل في مجالات التذاكر، الأمن والخدمات. كما اعتبر أن تنظيم المشترك لكأس العالم يفرض على البلدان الثلاثة توحيد الجهود على المستوى السياسي والتنظيمي من أجل ضمان الانسيابية وتحقيق الأهداف المسطرة، مبرزا أن الفرص المتاحة كبيرة لكنها توزيعها تحديات تتطلب ذكاء جماعي وحكمة دقيقة. وختم القزاع كلمته بالتأكيد على أن المغرب نجح بشهادة الجميع في تنظيم أفضل نسخة من كأس إفريقيا للأمم، معربا عن ثقته في أن التجربة المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال ستمضي إلى تنظيم أفضل نسخة لكأس العالم في تاريخ كرة القدم في انسجام مع الرؤية الملكية التي